ده الاوريجينال ستيم كنترولر اللي انتجته شركه فالف صاحبه ستيم في 2015. اما ده فهو الستيم كنترولر الجين 2 او الجيل الثاني، ولكن الشركه شايف ان ده جيل خاص بذاته وملوش علاقه باول جنريشن اللي نزل من اكتر من 11 سنه. خلينا في الفيديو ده نفتح البوكس بتاعه ونشوف محتوياته ايه، وكمان نشوف ازاي اشتريته وايه العيوب اللي فيه. خلينا نفتح البوكس، وده الستيم كنترولر. مبدئيا كده الشكل والفيل بتاعه مش زي ما توقعت خالص، ولكن اول حاجه الجريب ممتازه جدا. طبعا التراك بادز الشهيره واللاي اوت نفسه بتاع الكنترولرز المميز قوي من ستيم ديك نفسه. بس خلينا في الاول نشوف ايه اللي جاي في البوكس. هنا الكونكتور بتاعه المفروض ان هو ماجنت عشان تشبك هنا وتشحن الكنترولر، وهنا بتركبه عن طريق تايب سي، وهنا موضح لك الكونكتيفيتي بتاعته وطريقه الشحن. هنا هتلاقي كابل الباور، معرفش ليه تايب اي تو تايب سي، كان المفروض يكون تايب سي تو تايب سي كان هيكون افضل، ولكن على الاقل الكابل نفسه موجود. وكمان في الجايدز او المانيوالز نفسها. وبس كده، دي كل حاجه في البوكس نفسه. طب بالنسبه للاحساس نفسه والماتيريال اللي معمول منها الكنترولر، خليني اقول لك لو انت متابعني هتعرف ان انا عندي كميه كنترولرز كبيره جدا، وكل الكنترولرز دي فيها حاجات مميزه وعيوب تانية. ولكن لو انت عايز تعرف الستيم كنترولر قد ايه بريميوم في الاحساس بتاعه، خلينا اديله 6 من 10، لان البلاستيك نفسه المعمول منه نوع يعتبر رخيص شويه. زي كمان الفتحات الموجوده هنا الكتير، ايوه بتدي لك اكسس اسهل عشان لو عايز تعمل صيانه للكنترولر، ولكن شكلها مش بريميوم خالص. قبل ما اكلمك عن الديزاين نفسه، خليني اقول لك ان فكره الكنترولر نفسه هي فريده من نوعها في حد ذاتها، لان التيبيكال او المتعارف عليه انك يكون عندك كنترولر تستخدمه لو انت عايز تشغل جيم على كونسول او على بي سي بشكل معين، او ان انت بتستخدم كيبورد وماوس عشان الكومبتيتيف جيمز بشكل عام، وكمان للي بيفضلوا الكيبورد والماوس مش الكنترول. ولكن الستيم كنترولر جمع الاثنين في وحده تحكم واحد، بحيث ان انت تقدر تستخدمه حتى لو البي سي بتاعك مش وصل له كيبورد وماوس. ودي الفكره الاساسيه الفالف نفسها بالاول خالص، وهي عايزه تحول البي سي بتاعك لكونسول. وده اللي واضح طبعا في البيج بيكتشر مود اللي بتقدر توصل لها، اللي موجوده طبعا في الستيم او اس على الستيم ديك، وبعد كده بقت موجوده على اي بي سي. فهي دي النقطه المميزه في الستيم كنترولر، واللي مش موجوده في اي كنترولر تاني. واللي بيدعم الفكره دي كلها هي التاتش بادز نفسها، ودي اول حاجه هتكلم عنها في الديزاين، لان هنا التاتش باد نفسها بتيجي بنفس الفكره الموجوده في الستيم ديك. يمكن ده افضل احساس في اي تاتش باد، وافضل هابتكس بتاخدها من اي تاتش باد موجوده. انا يمكن بستخدم ابل تراك باد دي بشكل مستمر مع السيت اب بتاعي على الماك، ودي طبعا حاجه للكونتنت كرييشن والشغل اكتر. ولكن اللي عايز اوصله لك ان هنا الفيل نفسه سواء في الكليك او في الموف بتاع الكرسر نفسه بتاع الماوس هيدي لك تجربه مفيش زيها خالص. ومن التراك بادز واستخدامها تقدر توصل للزرار اللي جنبها سواء باليمين او باليسار بسهوله، حتى لو انت ايديك صغير. وتنتقل هنا من التراك باد للانالوج ستيكس نفسها، هتلاقيها مش نفس اللي اوت اللي متعودين عليه مثلا هنا في الاكس بوكس كنترولر، ولكن هتلاقيه هنا بنفس نظام البلاي ستيشن نفسه. وده بالنسبه لي افضل بكتير، اللي بتيجي بافضل تكنولوجي واحدث تكنولوجي موجوده، وهي التي ام ار تكنولوجي اللي بتستخدم فيها ماجنتكس عشان تدي لك فيل مظبوط ورينج ممتاز جدا واسع زي ما هو واضح كده. وكمان دي بتعيش معاك لوقت طويل جدا، فانت مش هتقابل مشاكل مع الاستخدام الطويل في الستيك دريفت او المشاكل التانية اللي ممكن تحصل في اي كنترولر تاني. ومن الانالوج ستيكس نفسها هتقدر توصل للدي باد والاي بي اكس واي الموجودين هنا، اللي فيهم نفس الكليك ونفس الديزاين الموجود في الستيم ديك، ومش تقيله بحيث ان هي تستجيب معاك بسرعه. اما الدي باد ممتازه مفيش فيها مشاكل خالص، ولكن طبعا كنت افضل ان هي يكون ليها الكورنرز الموجوده في الاكس بوكس كنترولرز وكنترولرز تانية كتير. وبعد كده بتقدر توصل للازرار الموجوده هنا اللي هو الستارت والسلكت، وليه فانكشنز تانية طبعا في الجيمنج مود نفسه. كده انت تقدر توصل لكل الازرار بشكل كامل، والانترفيس سهل مفيش فيه اي مشاكل، ما عدا فقط الزرار اللي هو في الوسط ده اللي هو زرار الستيم. الفكره بس ان انت محتاج تريتش اوت ليه، ولكن دي تفصيله بسيطه خالص، وانا طبعا ممكن اعمل لها اجنور بالكامل بسبب الانترفيس ده. اما بالنسبه للار 1 والار 2 وكمان التريجرز، الازرار دي بتقدر تريتش من اول هنا، بتقدر تكليك، ومن كل الاماكن تقدر تكليك. فسواء بتضغط هنا او بتضغط هنا هتلاقي
بتلاقيها بتستجيب معاك. وكمان التريجرز نفسها فيها رينج واسع، بتدي لك كده هابتك فيدباك، هتحس ان هو بريميوم. طبعا هي مفيش فيها الهابتك فيدباكس الموجوده في كنترولر زي البلاي ستيشن 5، ولكن الهابتكس اللي فيها مش زي الكنترولرز العاديه، لان الموتورز اللي هنا مختلفه خالص. فهتقدر تعرف امتى هيكليك معاك من الهابتكس اللي بيديها لك في الكنترولر نفسه، ودي قريبه قوي من الهابتكس اللي بتجيلك من التاتش باد او التراك باد. لو جينا ننتقل في الخلف، فاول حاجه طبعا هي الازرار الخلفيه ال L4 وال R4 وكمان ال R5 وال L5 اللي معمولين بالظبط بيرفكت على مسكه ايدك بالظبط للكنترولر. هتلاقيك واصل لهم بشكل سهل جدا. فاللي عايز اوصله لك ان الكنترولر مسكته مريحه جدا، وقادر توصل للازرار الخلفيه بنفس الجوده الموجوده في الازرار الاماميه بالظبط. وكمان ازرار الكليك بتاعها قوي مش ناعم، بحيث ان انت ممكن تضغط عليها بالغلط خالص، مستحيل تضغط عليها بالغلط، لان الازرار الكليك بتاعها راجد وثابت جدا. وفي الخلف هتلاقي شعار فالف، وكمان هنا المكان اللي بتوصله بالباك دي، ايوه دي اسمها باك، بتاتاتش ماجنت بالشكل ده كده. وده كمان مش بس للشحن، ده كمان بيكون فيه الكونكشن عن طريق الواير نفسه بالبي سي بتاعك، طبعا غير البلوتوث كونكشن الموجود في الكنترولر نفسه. ولكن طبعا عشان تاخد اقل ليتنسي الافضل ان انت تستخدم ده، وده مريح جدا لو انت عندك سيت اب وجهاز ثابت في مكانه، تقدر انت تكونكت باستخدام الباك دي. ولكن الفكره المميزه اكتر فكره الشحن نفسه بتاع الجهاز. بمجرد ما انت تقرب الجهاز من الباك نفسها بتاتاتش على طول في الكنترولر، وبتبدا ان هي تشحن الجهاز نفسه، وتقدر طبعا تستخدمه وهو متوصل بالواير. فمثلا لو جيت تقارنه في الشكل او الديزاين نفسه، اكيد هتلاقي الدول سنس ايدج شكله احلى بكتير. بالاخص كمان الستيم كنترولر مش معمول بشكل رياضي وانسيابي زي الدول سنس ايدج، طبعا ده بسبب ان موجود فيه تراك باد، ودي تضحيه طبعا انا ممكن اعملها في سبيل ان انا اخد الاكسبيرينس بتاعه التراك باد دي. ودي المقارنه برده ما بينه في الحجم مع الاكس بوكس سيريس اكس اليت 2، وده حجمه ما بينه وما بين الاكس بوكس كنترولر العادي، وده الحجم بتاعه للكنترولر يعتبر كبير في الحجم زي النسخه دي من التيرتل بيتش. اما ده الحجم بتاعه ما بينه وما بين اول جنريشن موجود من الكنترولر بتاع فولف نفسها. نيجي بقى لاكتر حاجه مستفزه في الموضوع، وهي ازاي ان انا اشتريت الكنترولر ده وبكام. خليني اقول لك في الاول ان الكنترولر ده وحاجات تانية كتير مش موجوده عندنا في الوطن العربي في مصر او اي مكان في الشرق الاوسط. والكنترولر سعره الرسمي من الشركه $99، ولكن لو انت جيت تروح تشوف في ستيم ويب سايت هتلاقي المسج دي اللي بتقول لك this item is not available for purchase in your region. يعني ما تقدرش ان انت حتى تشتريه حتى لو هو موجود في الستوك. هو دلوقتي اوت اوف ستوك طبعا، وطبعا التجار نفسهم عملوا كولكت لكل الستوك الموجوده عند فالف او ستيم، فللاسف بتلاقيهم عارضينه بسعر مختلف خالص زي اللي هو واضح كده، $175 هنا و173 و172، وكمان في وصل ل $280. ده غير كمان الشحن لمصر اللي ممكن الويب سايت ما يشحنهولكش، فانت محتاج تشوف فوروردر يقدر يشحن لك الجهاز. ومش عايز اقول ازاي انا اشتريته، يمكن وضحت، ولكن اللي عايز اقوله ان الاجهزه دي ليه ما بتوصلناش على طول في الفيرست لانش في الشرق الاوسط. في اجابات كتير قوي على الموضوع ده، ولكن زي اللي حصل في الستيم كنترولر وحصل قبل كده على الستيم ديك، ده برضه اللي هيحصل في الستيم ماشين لما تنزل والستيم فريم كمان. وطبعا الكنترولر نفسه فيه بلوتوث، عشان تكونكت على البلوتوث طبعا انت بتطفي الكنترولر نهائي، وبعد كده بتشيل الباك نفسها، وبعد كده بتروح في البيرنج مود عن طريق انك تعمل هولد للار 1 وبعد كده بي وبعد كده الستيم كنترولر. هتلاقي هنا الاضاءه الزرقاء دي بتعمل فلاش بسرعه. لو رحت هنا البلوتوث هتلاقي مكتوب ستيم كنترولر، بتدوس عليه وبيعمل كونكت على طول، فكده بتقدر تاخد برضو نفس المزايا. ولكن طبعا افضل كونكشن هيكون عن طريق الباك عشان ال 2.4 كونكشن. وطبعا الكنترولر دلوقتي اخر سيتنجز موجوده عليه هي البلوتوث كونكشن، فلو انت بعد كده شغلته مش هيكونكت على طول على الباك، فلازم تنقل له الكونكشن، فبتركب الباك نفسها وبعد كده بتنتقل للباك كونكشن اللي هي R1 وبعد كده A وبعد كده تعمل هولد للستيم بوتن، وكده هيكون كونكتد خلاص بالباك نفسها وتقدر تستخدمه عادي. والمفروض ان انت بمجرد ما تدوس على الستيم بوتن يفتح لك الفول بيكتشر مود زي كده، وبكده تقدر تستخدمه كانك عندك ستيم ديك او ستيم او اس موجود عندك. فهتلاقي هنا نفس الفكره الموجوده بالظبط في الستيم ديك نفسه. هتقدر تروح للهوم منيو عن طريق الستيم بوتن وتقدر تنافيجيت لكل حاجه هنا، وكمان هنا الكويك سيتنجز هتقدر تروح لها وتنافيجيت في كل السيتنجز نفسها الموجوده. بس خلينا نروح اول حاجه للسيتنجز هنا وبعد كده كنترولر. وهنا لو رحت للستيم كنترولر ديتيلز هنا تقدر تعمل بينج للكنترولر نفسه عشان تعرف فين مكانه بالظبط. يعني
لو انت ضيعت الكنترولر بتاعك ورحت على الستيم هنا وعملت بينج، هتلاقي الصوت ده بيطلع من الستيم كنترولر نفسه. ولو نزلت هنا في الاسفل هتلاقي القوه بتاعه الاشاره نفسها هي دايما بتكون اكسلنت حتى لو انت بعدت، فمش هتواجه اي مشكله في الكونكشن نفسه. وفي ميزه ممتازه جدا في الكونكشن بتاعه الباك نفسها، ان انت تقدر تكونكت 5 كنترولرز في وقت واحد على باك واحده فقط، فدي طبعا حاجه مميزه جدا. كمان انت هتقدر تنافيجيت بالتراك باد دي اليسار فوق وتحت، ولكن اللي هتلاحظه ان التراك باد اللي في اليمين هنا مش شغاله في الفول بيكتشر مود، ولكن شغاله طبعا على الديسكتوب، فهي بتعمل لها ديسيبل بشكل اوتوماتيك في المود ده. ولكن عشان تشغلها هتدوس على الستيم بutton هولد وتقدر ان انت دلوقتي تنافيجيت بيها وتشغلها عادي جدا. ولكن انا بالنسبه لي في المود ده مش هحتاج خالص ان انا اشغل الماوس نفسه. ولو جيت تروح على اي جيم هنا هتروح طبعا على الكنترولر، والميزه هنا بقى في الكوميونتي بتاع ستيم نفسه. يعني في جيم هنا زي كولت اوف ذا لامب لما تيجي تعمل اديت لللاي اوت تروح هنا كده، وبعد كده هتلاقي في كوميونتي لاي اوت مخصصه للجيم نفسها، فانت هتلاقي الكوميونتي نفسه عامل لاي اوت مخصصه للستيم كنترولر عشان تستخدمها مع الجيم نفسها. ومعظم اللي بيكونوا واخدين لايكس هتلاقيها هي افضل حاجه، فتقدر تعمل لها سيلكت وهيعمل لها داونلود ويعمل لها ابلاي عندك على الكنترولر. فهتقدر تشوف هنا كل الكونفيجريشن بتاعتها وازاي ان هو مستغل كل حاجه في الستيم كنترولر في الجيم دي، وتقدر تروح للجيم وتعمل لها بلاي، وهتقدر ان انت تستخدم كل الكنترولز بشكل طبيعي جدا بدون مشاكل خالص. ولكن المشكله الموجوده في الستيم كنترولر هي فكره الكومباتيبلتي بتاعته مع الجيمز اللي بتشتغل بره ستيم، زي مثلا الجيمز الموجوده في الاكس بوكس. فانا هنا مشغل سيلك سونج على الاكس بوكس جيم باس، قادر ان انا اموف هنا، ولكن طبعا لما ادوس هنا اكس بيجيب لي المنيو ومفيش اي حاجه معمول لها كونفيجريشن بشكل كويس هنا. وفي بعض الجيمز التانية والمنصات التانية الكنترولر ما بيشتغلش بشكل كامل، ولكن في حل للمشكله دي، والحل هو ان انت تنزل البرنامج ده اللي هو الاس اي اس ار، والانستليشن بتاعته عباره عن كوماند واحده موجوده في الجايد هنا، وبعد ما تعمل له انستول على طول هتلاقي الجيم اشتغلت بشكل طبيعي جدا بدون مشاكل خالص، واخدت الاكس بوكس انبوت اللي انت محتاجها. ولكن في حاجه لاحظتها، ان مجرد ما انت تشغل الابلكيشن الماوس نفسه ما بتشتغلش بشكل كويس. وكمان البرنامج ده بيوقف فكره البيج بيكتشر مود، فانت تقدر تشغل البرنامج ده فقط لو انت عايز تشغل حاجه بره ستيم لايبراري، ولو انت عندك المكتبه الكامله موجوده في ستيم فمش هتحتاج البرنامج ده في اي حاجه. وطبعا في طريقه تانية تقدر تعملها، وهي ان انت تقدر تعمل اد جيم هنا وتروح تعمل اد نون ستيم جيم، وتقدر تعمل براوز عندك للجيم اللي عندك او الابلكيشن عشان تقدر تضيفه في ستيم، ومجرد ما انت تشغله من ستيم هيشتغل عندك بالستيم كنترولر نفسه. طب بالنسبه للتستنج في الجيم نفسها، انا مشغل هنا سايبر بانك 277، واقدر ان انا استخدم التراك باد هنا عشان ان انا اموف الكرسر، وفي نفس الوقت بستخدم الانالوج ستيكس. ولكن لو انا عملت هولد هنا هقدر ان انا كمان استخدم الجايروسكوب، فاقدر ان انا اموف فقط لما تلمس الرايت انالوج الموجوده هنا، ودي طبعا حاجه ممكن تساعدك في الايمنج، ولكن انا شخصيا مش بفضلها، وتقدر تعمل لها كونفيجريشن لكل جيم بشكل منفصل. بتروح للستيم بوتن هنا وانت جوه الجيم، وبعد كده بتروح لكنترول سيتنجز ومنها للجايرو، وهنا تقدر تغير بشكل كامل وكستمايزيشن بشكل كامل الجايروسكوب، واي زرار كمان بتقدر تفعل منه الجايرو نفسه، وقد ايه السنسيتيفيتي نفسها بتاعه الجايرو على حسب ما انت عايزه وعلى حسب الجيم اللي انت بتشغلها. بس يمكن كل الازرار الموجوده دي موجوده في اي كنترولر تاني، ولكن الستيم كنترولر موجود فيه سنسورز هنا في الخلف اللي هي الرايت جريب والليفت جريب، دول بمجرد ما انت تلمس الجريب الجايرو بيتفعل على طول. فلو انت عملت لها سيلكت كده هتبان عندك هنا ان هي اتفعلت، ولما ترجع للجيم تاني بمجرد ما انت تلمس الكنترولر وتمسكه كويس بيشتغل معاك الجايرو، وتقدر دلوقتي تستخدمه بشكل طبيعي. هنا كده انا مشغل الجايرو لاني ماسك الكنترولر بشكل كامل، ولكن لما تعمل ريليز الجايرو نفسه بيقف بشكل كامل. وطبعا تقدر تعمل لها اوف بالكامل لو انت عايز تخليها نان كده، وتستخدم فقط التراك باد او الانالوج ستيكس. وطبعا الستيم كنترولر كمان بيشتغل بنفس الطريقه على الستيم ديك عن طريق البلوتوث او عن طريق الباك نفسها، الازرار كلها شغاله بنفس السيت اب، واكيد طبعا في الديسكتوب مود كل الفانكشنز شغاله بدون مشاكل خالص. وهنا كمان تقدر توصل الكنترولر بالماك نفسه، ولكن هو متعرف عليه على ان هو كيبورد، فخلينا نعمل كويت طبعا، وتقدر تفعل كمان البيج بيكتشر مود. وهنا الجيم دلوقتي شغاله بشكل طبيعي جدا وبدون اي مشاكل خالص، فكمان اكيد البلوتوث كونكشن هيشتغل بنفس الطريقه. فكده كمان
وكمان الماك تقدر تشغل عليه الستيم جيمز عن طريق الستيم كنترولر. وطبعا نفس فكره الهاند هيلد بي سي على الستيم كنترولر، هتلاقيه بيشتغل برده كماوس وكيبورد. حتى في البيج بيكتشر مود هنا على الاكس بوكس الاي اكس، فهتحتاج ان انت تضيف الجيم از نون ستيم جيم، او ان انت تنزل الابلكيشن اللي اتكلمنا عنه. وكمان حابب اجربه على جهاز اندرويد زي الاي 1 ثور، فخلينا نركب الباك نفسها، وطبعا عمل كونكت على اساس ان هو ماوس. وكمان الدي باد شغاله بدون مشاكل، ولكن طبعا ما اشتغلش بالباك في الجيمز. ونفس الفكره برضو في الاي او اس. الستيم كنترولر فعلا انا معجب بيه شخصيا بشكل كبير قوي، ولكن بالنسبه لسعره اللي هو $100 شايف ان هو غالي على السعر بتاعه. ممكن لان هو فيه فيتشرز زياده مش موجوده في كنترولرز تانيين زي التاتش باد والجرابس والكستمايزيشن، ولكن فيه برضو مشاكل في الكومباتيبيليتي او ان هو يشتغل مع اجهزه تانية كتير. ففي كنترولرز كتير ممكن تشتغل على الاندرويد وتشتغل على الاي او اس وتشتغل كمان على البي سي بتاعك بسعر ممكن يبتدي من $30 واقل. كمان طبعا الستيم كنترولر هينزل مع الستيم ماشين، المفروض الصيف ده ينزل، ولكن يمكن لما الستيم ماشين ينزل هيكون في تغييرات وابديتس تخليك كومباتبل اكتر مع اجهزه تانية. فبس كده، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه، واشوفكم في فيديو جديد.